يعني لو مسكتهم من خط حراسه المرمى لغايه خط الهجوم، الاسماعيلي عالج النقص اللي كان موجود السنه اللي فاتت في اكتر من مركز. يعني هتلاقي في خط الظهر في لعيبه كويسه جدا، في شوقي السعيد طبعا لاعب منتخب مصر، في عصام الحضري ومحمد عواد في حراسه المرمى، عنده جاب مهاجمين زي كليتشي، وعنده جون انطوي، عنده في نص الملعب ابراهيم حسن وحسني عبد ربه من قائد الفريق، عنده محمود عبد العزيز، عنده عمر الوحش، عنده محمد زيكا. لا، عنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، لكن الاداء بصراحه مش عاجبني. اتفرجت على ماتش المقصه اللي فات، الاسماعيلي بيلعب بطريقه عشوائيه، مع احترامي طبعا مستر ريكاردو على دماغنا من فوق وكل حاجه، لكن الاسماعيلي بيلعب شويه بطريقه عشوائيه، ما تحسش ان في شكل للنادي الاسماعيلي في الملعب. يعني حتى مباراه المقصه اللي فاتت وانا بتفرج على المقصه، لا المقصه فيها شغل. كابتن ايهاب جلال مدرب مميز جدا، ظهر السنه اللي فاتت مع تليفونات بني سويف، مش من المدربين اللي بتتكلم كتير في الكوره. وخلي بالكم ايهاب جلال ده ابن الاسماعيليه وابن النادي الاسماعيلي، هادي جدا. المقصه في شكل في الملعب، اللعيبه بتضغط ازاي، بتتفرج حتى في تسلسل الكوره مع نادي الاسماعيلي، التحركات مصر المقصه بيضغطوا بيستخلصوا الكوره ازاي، بيهاجموا ازاي، بيعملوا الشغل من على الاطراف ازاي. في شكل في نادي مصر المقصه، في حتى سنس في التشكيل. تلاقي كابتن ايهاب جلال حاطط هاني سعيد كهاف ديفندر في نص الملعب، او يعني هاف ديفندر ساقط او مساك، ورا ايمن عبد العزيز، الاثنين لعيبه كوره كويسين. عنده احمد الشيخ لاعب كويس قوي، عنده السيد حمدي كمحطه بالنسبه للنادي مصر المقصه، عنده احمد حسام باك رايت مميز. فلا المقصه ليه شكل. فانا شايف من وجهه نظري، رغم النهارده في تصريحات من مجلس اداره نادي الاسماعيلي بتجديد الثقه في ريكاردو، لكن انا شايف ان مباراه الاسماعيلي والجونه المباراه القادمه في ملعب الجونه هيكون ليها دور كبير في بقاء ريكاردو او عدم وجود ريكاردو في الفتره القادمه. امبارح كانت مباراه الاسماعيلي ومصر المقصه، رحنا كاميرا قناه النهار رياضه وكوره كل يوم، صورنا لقاءات وتصريحات مع لاعبي الفريقين بعد المباراه والتعادل الايجابي اللي انتهت بيه المباراه 2-2. تعالوا نروح نشوف ايه اللي حصل امبارح في استاد اسماعيليه، ونرجع نكمل مع بعض في كوره كل يوم. النهارده والله احنا كنا جايين الحمد لله بنلعب على 3 بونت، وكان في نفسنا ربنا يكرمنا النهارده وناخد 3 بونت من نادي كبير زي نادي الاسماعيلي. بس يعني الحمد لله يعني طلعنا برضه بونت طبعا في ملعب نادي الاسماعيلي، يعتبر مكسب نادي المقصه، والحمد لله على النتيجه النهارده. احنا بنحمد ربنا النهارده، احنا عملنا ماتش كويس وكنا كاسبين، والنادي الاسماعيلي تعادل، وبعدين جبنا الجون الثاني والنادي الاسماعيلي تعادل. هي دي الكوره. وبعدين احنا بنلعب فرقه تقيله زي النادي الاسماعيلي، مش فرقه صغيره يعني. فبنحمد ربنا النهارده، اللعيبه كلها كانت رجاله، بس كنا بنتمنى ان احنا ناخد 3 بونت. الحمد لله على البونت، والحمد لله عملنا نتيجه ايجابيه. عندنا ماتش يوم الخميس ان شاء الله مع الاسيوطي في ملعبنا، ان شاء الله نقدر ناخد 3 بونت باذن الله. الحمد لله على 3 بونت، على البونت التعادل. احنا كنا جايين نلعب على 3 بونت وجايين نلعب على المكسب، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ربنا مش راضينا المكسب. تعبنا واجتهدنا طول الماتش، بس الطرد اللي حصل لي اثر على الفرقه شويه. اللعيبه عملت مجهود عالي، بس الحمد لله في الاول وفي الاخر على التعادل، ربنا مش كاتب لنا التعادل، فالحمد لله ان شاء الله نعوض في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. طبعا احنا كنا اقرب للفوز، ويعني لما نشوف الماتش تاني والناس تحلل هتشوف ان احنا كنا المفروض نستحق الفوز. بس طبعا النادي الاسماعيلي في الاسماعيليه يعني حاجه برده كويسه ان انت تتعادل مع النادي الاسماعيلي واحنا لسه في بدايه الدوري واللعيبه لسه محمله، فالحمد لله طبعا على كل شيء الحمد لله. هو كمجمل الماتش الحمد لله احنا كنا ماسكين الماتش، احنا كنا الحمد لله احسن في اغلبيه فترات الماتش. يمكن هم بالظبط 5 دقائق النادي الاسماعيلي اللي كان ميسي فيهم كوره شويه، 5 دقائق بالظبط كان فيهم الجول الاولاني وضيع كوره كمان بعديها. بس لكن بقيه الماتش كنا احنا اللي ماسكينه كله، يعني كل الماتش. يعني لو في بنقول فترات في حد متفوق كان المقص، وبقيه الفترات لو ما كانش في حد متفوق كان اللعب سجال بين الفرقتين يعني. الحمد لله يمكن انا طموحي السنه دي مع الجهاز الفني زي برضو الحمد لله المسيره راحه كان مكمله مع النادي الاهلي، ان احنا ان شاء الله نحاول نحصد بطوله للنادي مصر المقصه، والجهاز الفني ومجلس الاداره عنده الطموح ده. المباراه النهارده الحمد لله كانت كويسه، يمكن احنا طول المباراه متسيدين، وانا يعني انا متاكد او شاكك ان الجون الثاني ده اوف سايد طبعا، لان احنا كنا واقفين على خط واحد، لكن طبعا دي غلطات تحكيميه وانا عامل الحكم كانه بشر، لكن يعني وضيع مننا الفوز لان هي كره اوف سايد يعني باينه قوي. في الاول اللي يهمني ان مصر المقاصه بيكسب المباريات، ده كل اللي يهمني. اما مين يجيب جون او مين يسجل او مين يبقى مساهم في الفوز، احنا بننسب الفضل كله ربنا سبحانه وتعالى طبعا، والفرقه نادي مصر المقاصه جميعا، الجهاز الفني والاداره واللعيبه. احنا
كل بنطمع فيه ان احنا نخلص الاربع ماتشات دول واحنا في مركز متقدم، لان التوقف بتاع ال 20 يوم دوت هيفيد الفرق الدوري كلها. فيعني احنا الحمد لله ماشيين كويس. الفرقه بتاعت نادي مصر المقاصه فرقه جديده لسه، معظم اللعيبه قليله الخبره، يمكن ده اللي اثر علينا شويه الشوط الثاني. لكن زي ما قلت لك ان احنا قلنا اتفقنا، الجهاز الفني بيتكلم الكابتن ايهاب ان احنا على قد ما نقدر نعدي الاربع ماتشات دول، واحنا عندنا اكتر بنات موجوده ان شاء الله. جايين وعاملين حساب حجم نادي كبير زي نادي الاسماعيلي وفرقه محترمه، ويمكن احنا اصلا جايين من الاول ان احنا على المكسب. يمكن حضرتك لاحظت ان احنا كنا بنتقدم والاسماعيلي كان بيتعادل، ويمكن لولا الظروف اللي في الاخر اللي طرد احمد سامي وبعدها بحوالي 10 دقائق جال هدف التعادل، الا ان الحمد لله رب العالمين يمكن احنا راضيين عن اداء فرقتنا النهارده، وان انت تطلع برضو ببونت من هنا مكسب برضو من الاسماعيلي يعني. I think the first match different the first or the second match. هو بيتكلم، هو بيقول ان هو بيعتقد ان في اختلاف بين الماتشين، يعني الماتش الاولاني مختلف عن الماتش الثاني. The result but the same, not the same match. The first match against Masri Mark and play and open the match, and then we scored two goals before the second half. Another team scored 2 goals. This match, the first half, the team very close in the backside, and scored 1 goal. The second half we changed the system. We put 3-5-2, and then we scored 2 goals, and then they scored 1 goal. الماتش الاولاني كان النادي المصري بيلعب معانا، يعني كان الجيم كان مفتوح وكده. الاسماعيلي اتقدم بجونين وضيع اكتر من فرصه. النادي المصري دخل الجيم اخر تلت ساعه. اختلاف بقى ان الماتش ده لا موضوع تاني. كابتن ايهاب جلال جاي عامل زون ديفنس، قافل المساحات، قافل في الشوط الاولاني. الشوط الثاني مستر لون في الشوط الاولاني. الشوط الثاني مستر قافل قوي في القلب، عشان كده ادى فرصه لاحمد سمير واتكلم معاه كتير ان هو يلعب لقدام هو وحسان، وفي الحاله دي ثبت محمود عبد العزيز مع شوقي السعيد ومتولي عشان يبقى شكل لعبنا وشكل السيستم 3-5-2. قال جبنا تعادل. الفرق بقى بين الماتشين ان انت مرتين بتتاخر، عارف يا ابو حميد، مرتين بتاخر وبترجع للجيم. انت بتتكلم برضو في دي حاجه من الحاجات الايجابيه. Why not? I'm satisfied for my group. I'm not satisfied defensive system. I'm satisfied about offensive system. We score 4 goals in 2 matches, but another team, 2 teams, score 4 goals in us also, and this is so weak. This must to arrange the defensive system. This need to arrange. بيقول لك هو راضي عن الفريق كله، لكن هو عنده مشكله في شغلنا الدفاعي. هو كفريق النادي الاسماعيلي جايب 4 اجوان في ماتشين ودي نسبه كويسه، لكن هو بيتكلم ان الفريق كله خسر والنظام الدفاعي للفريق كله لا مش كويس. احنا فقدنا 4 بونت في بدايه الموسم، بس الموسم لسه طويل جدا جدا. لكن عايز اقول لك ان مباراه النهارده، مباراه النادي المصري مأثره كتير جدا جدا بالسلب على اللعيبه. مباراه النادي المصري انت لعبت تايم بشكل ممتاز وقدرت تكسب 2-0. النهارده اللعيبه داخله الماتش وهي محمله احساسها بان هي فقدت 2 بونت في المباراه اللي فاتت، فمأثر كتير جدا جدا جدا، عامل لهم لود جامد جدا جدا في المباراه. زائد يا احمد كمان انت عندك ابراهيم حسن النهارده في اول المباراه جاله شبه ارتجاج خفيف كده، فقد الاتزان شويه كتير، تغييره اثر كمان بالسلب. ساعات انت بيبقى التيم في حاله انعدام وزن شويه، بس ده نتيجه الظروف اللي بتمر بيها. لكن انا بقول لك مباراه النهارده اللي مأثر في المستوى هو احساس اللعيبه بالذنب الكبير جدا جدا في انه ضيع 3 بونت في النادي المصري، مع ان احنا اتكلمنا كتير قوي ان مباراه المصري اتقفلت واشتغل في مباراه المقاصه النهارده. لكن الموسم لسه طويل وان شاء الله نقدر نتخطى المشاكل دي. الحمد لله على التعادل النهارده. يعني احنا مثلا بتبقى في ضغوط علينا كده، مثلا تلاقي النادي الاسماعيلي يا اما الشوط الاولاني بيبقى كويس يا اما تلاقي الشوط الثاني، بس النهارده كنا الشوط الاولاني يعني كنا مش قد كده، بس الحمد لله احنا قدرنا ان احنا الشوط الثاني ان احنا نجيب جون ويجي فينا جون ونتعادل وكده، وكنا اقرب يعني ان احنا نسجل بالهدف ثالث، بس الحمد لله ما حصلش نصيب. الحمد لله نحمد ربنا في كل شيء، وان المباراه خرجت كده ان احنا تعادلنا، بس الحمد لله يعني ما فيش توفيق، وان شاء الله اللي جاي احلى ان شاء الله باذن الله. الفتره الجايه ان شاء الله ان احنا نركز ويكون في توفيق ان شاء الله، وزي ما انت شايف الماتش الاولاني كسبانين 2 تعادلنا 2-2 والنهارده، بس الحمد لله على النتيجه وكده، وان شاء الله اللي جاي احلى باذن الله. هذا البرنامج برعاية سنين كانت أول هجمة حر على القاهرة، بس في عيلة مصرية